أعزائي وعزيزاتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أقدم الحلقة ال50 من دردشة خفيفة مع ماما فائزة. عزاء الميت وبعض ما يجب فعله ووصيتي بعد وفاتي. لم يحدد القرآن الكريم والسنة مدة التعزية، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم تحديد مدة التعزية، وإنما استحباب التعزية حتى 3 أيام، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، إلا على زوج 4 أشهر و10. وكره التعزية بعد 3 إلا الغائب، أن يعزي متى ما لقي المصاب. والتعزية بعد الدفن أفضل لانشغال أهله قبل الدفن بتجهيزه، ولا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس ويكون اللباس ساتر وغير مبرج، والجلوس مدة قصيرة حتى نعطي فرصة أخرى للمعزين لتقديم واجب العزاء، لأن للموت هيبة وللجنازات احترامها، وقواعد وأصول يجب معرفتها جيدة للتعامل بشكل موفق. والسنة للمسلمين عدم إقامة الولائم للميت، لأنها بدعة وعادة جاهلية، وعليهم أن يحمدوا الله ويشكروه سبحانه وتعالى على ما قدر، ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة. ولا يصنعون للناس طعاما، ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاما، لأنهم مشغولون بالمصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: إنه قد آتاهم ما يشغلهم. أما أهل الميت فلا يصنعوا طعاما، ولكن إذا صنعوا لأنفسهم أو لضيفهم طعاما فلا بأس. أما أن يجمعوا الناس للعزاء ويصنعوا لهم طعاما فلا يجوز لمخالفة السنة. من تجربتي في وفاة زوجي رحمه الله، كانت 4 أيام مع يوم الدفن في مكة المكرمة تعب وإرهاق لنا وللأهل والأقارب والجيران والأصحاب، ونزول البعض كل يوم من مكة المكرمة، والطلوع في نفس اليوم، والمساهمة في تجهيز طعام العشاء، تكلفة وسلف ودين في نظري. يا ليت الناس وأولهم نفسي بأن يكون يوم بعد الدفن لتلقي العزاء، ولا يقام من ولائم الطعام الباذخ. وهذه وصيتي لعيالي، وأن تنفذ إن شاء الله تعالى. أوصيكم ألا يقام لي مراسم عزاء. أتيت الدنيا بهدوء وسأغادر بهدوء بإذن الله، ويتم التبرع لوجه الله عز وجل بتكلفة ولو جزء بسيط للمحتاجين والفقراء من مال الخاص، ولا مانع بالتبرع بأعضاء السليمة لمن يحتاجها. والله على ما أقول شهيد، سائلة الله عز وجل حسن الخاتمة، وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. الدفن في مكة المكرمة، مقابر المعلاء. ودمتم فائز إسماعيل.